السلام عليكم حبيباتي متتبعات قناتي صناعة ومطبخ فاطمة البدراوي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. انا حبيباتي نتلاقاو من جديد في هذا الفيديو ندردش معاكم ونصد عليكم مديناتكم عاوتاني بالهضره ديالي. كبيدات نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نحضر واحد كيف كتشوفوا الطبيسيل ديال لاصالاد متواضعه وندردش مع الحبيبات شويه. هذا هو المهم، هو نعاودو نتلاقاو من جديد لانكم ما كتبغيونيش نغبر. ما عرفتش كتوحشوا فيا صداعي هضرتي، ما عرفتش كيعجبكم فيا. المهم الله يحفظكم الله يحفظكم ليا وصافي. كيف كتشوفوا غنحضر واحد لاصالاد عاديه اللي هي فيها هاد الاشياء غتجي صراحه زوينه وبنينه. كيف عارفين لاصالاد يمكن لينا نديرو فيها بزاف الخضر اللي هي كتكال خضراء وبزاف لي فخوي بزاف ديال الاشياء. المهم انا غنحضرها بداكشي اللي عندي في الدار اللي ما كنتش الصراحه معوله نحضرها باش ما داكشي باش ما تقديتش بزاف الاشياء اللي يمكن لي نزيدهم. انا تعجبني الشلاضه تكون مخلطه مزيان. انا كيف كتشوفوا كنقي وريقات ديال الخس اللي هما ضروريين. عندي حبه ديال لافوكا، حبه ديال التفاح، جوج حبات ديال مطيشه، طماطم، بصيله بطبيعه الحال. كيف قلت لكم ممكن لكم تخلطوا فيها بزاف الاشياء. انا كتعجبني لا صاله تكون مخلطه لان كتجي بنينه. بالخاص هكا درنا فيها قطع ديال الفواكه مثلا التفاح يا سلام، انا كيعجبني بزاف. باش كنبداو ناكلوا هكا شلاضه فيها مطيشه بصيله فليفله، كتلقاو ديك القطع ديال التفاح ديك حموضه التفاح زوينه يا سلام. فليفله خضراء اللي غندير غير غنديرها وحده صغيره، ما غنديرهاش كلها. فليفله حمراء وخضراء. غنغسل كلشي كيف شفتوا. غنحيد لافوكا والتفاح والبصله وسميتو الخضر الاخرى. غندير ليها غنخليها شويه في الماء وندير ليها الخل. كيف قلت لكم غندير ليها الخل ونخليها شويه على ما نقطع هكايا التفاح والبصله مزيان. الخضره تبقى شويه محطوطه في الماء وضيفوا ليها هكايا قطرات ديال الخل. ديروا نيت الخل كثير. انا في الصراحه كنستعمل الخل الابيض لانه مجهد شويه كيعقم الصراحه مزيان، كيقتل ديك البكتيريا وديك كاع الاشياء اللي غير ما عنديش. درت هذا الخل العادي اللي هو معروف. كما كنتمنى لكم حبيباتي تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم من جديد. طريقه التحضير راهي معروفه، انا كنقطع خصني نهضر عليكم نتوما شويه. ونشكركم شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا للاخوات، كاين بزاف الاخوات اللي ما كيقدرش يخليو لي تعليق. المهم انا عارفاكم وشكرا بزاف. الله لا يخطيكم. الصراحه على قبلكم انا كنبقى نبان، كنبقى نتواصل يعني لان ما عنديش شي هدف زعما من هاد القناه ولا هذا اللي هو داك الحب ديالكم داك اللقاء ديالكم. ومني كنغبر كتبقاو تسولوا عليا. هذا هو اللي كيخليني كنبان صراحه. كاين واحد الحب في هذا ما كانش كيسحب لي هكا. حب الناس وهما ما شايفينك شي حاجه عظيمه. فاش كيبغيك شي حد اللي هو عارفاه وكتشوفيه سواء عائله جيران اقارب هكا كتكوني عارفاهم كتجي عاديه. ولكن فاش شي حد كيبغيك هو ما عمرو شافك غير من خلال صوتك والهضره ديالك، شي حاجه عظيمه صراحه. الله يرزقنا حب الله وحب عباده فينا، لان قال كي لا حبك الله حبب عباده فيك. هذه يكونوا على يقين. فاش كيبغيوك الناس يعني الله هو الاول بغاك. نقطع الخس هكايا ونخليه يتقطر في التشبيكه من الماء. هو الاولاني. كيف شفتوا الفليفله غناخذ غير النص ديالها. كتجي زوينه الصراحه فيها كلا سلطه ولكن ما نديرهاش كثيره.
ناخد النص ديال الحمرا، هي حجم غير صغير ولكن غناخد غير النص ديالها، النص ديال الفلفله الخضراء حتى هي، لان الفلفله صراحه زوينه كتعطي واحد الرائحه زوينه ومذاق زوين. ولكن الا كثرتو منها كاين بزاف الناس اللي كدير لهم قرحه المعده، كدير لهم الحريق ديال المعده. هذا علاش غندير منها غير شويه، ولكن غيجي داك المذاق ديالها زوين. غنقطر الخس هكايا نعصرو شويه من الماء. انا حتيتو مغزل كنشقى وكنبقى نمسح كنبقى نغسل لافابو، نجمع الباكاج اللي حدايا. كنا هكا، كنت كاع المرأة المغربية هكا كتكون كتخدم وكتنقي المكان اللي هي كتشتغل فيه. هاد الطبسيل غنبقى نحط فيه هي حاجه حطيتها، صبقت الخس، لحت عليه هكا كيف شفتوا البصله فليفله. البصله لا ما غاديش يبان مذاقها، ربما تبان لكم كثيره ولا هكا، غادي نخلي شويه تنعاود نديرو في الطبق الثاني. غيجي واحد المذاق زوين فاش غيتخلط كلشي في الطبسيل. الصراحه اللي غيجي بنين، انا حتى كليته صراحه، عاد مونطيت الفيديو وحطيته معكم. الصراحه غنبقى نضيف ليه كاع داكشي اللي عندي في الدار اللي كيمشي مع لا صالاد، غادي ندير كل حاجه منها شويه. صراحه غيجي واحد الطبيسيل اللي هو بنين وزويون. كيف قلت لكم ما كانش عندي شي حوايج ما كنتش معوله ندير هنا، كان بامكاني نتقدى شي حوايج نديرهم، بحال مثلا قلت لكم تضيفوا الفجل، الكرومب الحمار او الكرومب العادي، البسباس مقطع صغير، ودوك الوريقات ديالو يا سلام كي كيجيو في لاصالاد هكايا فنين. ديك ريحه البسباس اللي معروفه، بحال زرعه البسباس، بحال النافع، بحال وهي طريه، يا سلام. كاين يمكن لي نزيد بعض المكسرات، لان مثلا الزبيب، العنب المجفف، يا سلام كيجي غزال هكايا تاوية. بزاف الاشياء. انا اكتفيت بداكشي اللي عندي في الدار، لان ما كنبغيش كل بنبقى غادا خارجه. مطيشه ما كايناش الا السلطه اللي ما كتكونش فيها طماطم، هي الرئيسيه. اكتفيت بجوج بركه. انا غندير الفكوس، عندي الخيار والفكوس، انا اختاريت الفكوس. قلت لكم ديروهم بجوج. هنا كنقي خزوه، اختاريت غير واحد خزوه هكا صغيره، الجزر. حنا اللغه العربيه مع الدارجه المغربيه ما كيتلاقاوش. نشد واحد خزوه هكا اللي غادا نحكها حتى هي معها، كتجي مزيانه. كتجي مزيانه. المهم كنقطع هاد الفكوس هكا طريفات كبارين شويه. هاد الفكوس بلدي وطبيعي بيو، هاد الفكوس ديال بلادنا. هاد الفكوس كيف كتشوفوا الموس كيمشي فيه كيجري، ومذاقو زوين. ما شهيتكم فيه صراحه طبيعي. هادشي كيكون عندنا في البلاد، ما كيديروا لا دواء لا والو، كيكمل في النومو ديالو بشويه عليه. انا كنبقى هي حاجه هزيتها خصني نغسلها، خصني نشللها. ما نقايه حطاهم، ولكن هي حاجه هزيتها خاصني حتى نمشي نغسلها عاد نجي نستعملها. غنحك في هاد الحكاكه رقيقه هكايا، هاد الخيزوه. ضروري ما كنجمع حدايا، ضروري كنسى راسي بعض المرات راني فاتحه الكاميرا وكنبقى نجمع. ونشف كلشي على النقا، كلشي على النقا. هادشي باش كنتميزوا حنا المراه المغربيه بالحداقه والنظافه والنقا ديالها. الصراحه انا افتخر بذلك. الافوكا زويونه صراحه، طيبه مزيان. انا ما عنديش معاه بزاف هكا ناكل خضره، غنكتفي غير بواحد هكا نصيص. غندير قطع اللي غيجيو زويونين، راجلي عزيز عليه، ولكن انا ما نكثرش عليه، ما نكثرش منه لارضاء نفسي، ماشي حيت هو عزيز عليه صافي. غندير واحد القطع، ولكن غتجي فنه ما صراحه. فاش غادا تخلط مع العناصر غتجي زوينه، ما غتبانش.
حتى انا نشربها مطحونه ولكن هكا مقطعه بوحديتها ما ناكلهاش. هنا عندي لي شامبينيون اللي هما الفقاع ياك بالعربيه او هما الفقاع، حتى غنقطعهم هكا صغيورين ونضيفهم معها. قلت لكم قد ما درتو لا سالاد مخلطه فيها داك الاشياء اللي كيمشيو مع بعضياتهم كتجي بنينه. انا ما شهيتكم فيها، يمكن لكم تاكلوها هكا بلا توابل بلا حتى شي حاجه. هنا الميس، الذره المعلبه انا كيمشيو لي الكلمات كنضرب شويه في الهضره، المهم فهموني. ندير حبيبات هكا منا اللي كتجي زوينه مع شلاضه حتى هي. هنا قطع ديال الزيتون كحل مدور، كاع داكشي كيف قلت لكم اللي عندي في الدار درت منه، ولكن جا واحد الطبيصل ما شهيتكم فيه صراحه. تاكلينا عاد باش حطيت الفيديو الصراحه. كي كتعرفوني انا ديما صريحه معكم. درت قطع من الزيتون الخضر مقطع دواور. هنا عندي طريف ديال الجبن اللي هو كنقولوا حنا فرماج حمار او فرماج، قطعته هكا تا هو كاروات. ديك الحموضه ديالو كتمشي مع لا سالاد. بزاف باقي فيها ما يدار، ولكن انا اكتفيت بهادشي اللي عندي صراحه اللي جاب بلا غزال ما شاهدتكم فيه. هنا عندي حبيبات ديال الكركاع، غادي نديرهم هكا قطع، نحيد لي القشره ديالو ونديرهم كيف قلت لكم. يمكن لكم تضيفوا معاه حتى الزبيب، انا ما لقيتوش ما عنديش. طون معلب غادي ناخذ منه حتى هو قطع. يا سلام. بالنسبه للصلصه يمكن لكم ديروا صوجا، يمكن لكم ديروا صلصه المايونيز، يمكن لكم ديروا الصلصات اللي كتحبوا. انا صراحه ما لقيت صلصه المايونيز ما عنديش. غنكتفي ب هكا غندير زليفه ندير فيها شويه الملحه، الابزار وزويته بلديه والخل. ما لقيتش عندي الحامض، يعني بلاصه الخل عوضوه بالحامض، كلشي طبيعي. عصره ديال الحامض تكون زوينه مع زويته بلديه ملحه ابزار. الا كتبغيو الصوجا انا ما عنديش معها صافي. وغنسقيها بيد هاد الخلطه. شوف كي جات خاطره مع الزيت بلديه وهذا. يمكن لكم ديروا خطوط من فوق منها ديال صلصه المايونيز، تجي زوينه للتزيين واللي تلبنه ديال المايونيز. غير هي تكون محضره في الدار الصراحه احسن. هنا عندي بيضه بلديه كي كتشوفوا الصفر ديالها مشعشع. يا سلام للتزيين. ما شهيتكم في هاد البلا صراحه اللي هو جا زويون، اللي انا غندوقو هنا قدامكم. غنبغي ندوق اللي قال كبورت وغادي نلقاه غير يبغي يتقاضى. صراحه فاش كتهز هكا هي المعلقه عامره مخلطه بالقطع ديال الفواكه وديال الخضر هكا اللي هي كتجي في لاصالاد. صراحه واحد البنه ما شهيتكم فيها. هذا هو حبيباتي. نتمنى لكم الخير والتيسير، نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.